انا دلوقتي يا استاذ باسس الدوله بتاعتي، هختار العاصمه بتاعتي على اساس ايه؟ بص معايا لما عندك في حاجه اسمها عوامل اختيار العاصمه. بص معايا لما عوامل اختيار العاصمه. رقم واحد هو حاجه اسمها العامل التاريخي. رقم اتنين حاجه اسمها سهوله المواصلات. رقم ثلاثة حاجة اسمها الحماية والدفاع. ورقم أربعة حاجة اسمها السيادة القومية. طيب، رقم واحد هو العمل التاريخي، يعني ايه؟ يقول لك ان المدينه دي بيكون لها اهميه تاريخيه، علشان كده اخترتها على اساس ان هي العاصمه. طيب اديني مثال. عندك مثلا زي القاهره، معايا؟ سيف. القاهره دي تعتبر عامل تاريخي، ليه؟ لان القاهره معموله من ايام الدوله الفاطميه، جوهر الصقلي جه منها مدينه القاهره، وعمل كمان الجامع الازهر الشريف، يعتبر لها اهميه تاريخيه، فعشان كده استخدمناها كعاصمه، ومن ساعتها وهي لسه موجوده. عندك برضه مدينه باريس اللي هي عاصمه فرنسا. عندك لندن اللي هي عاصمه بريطانيا. يبقى باريس عاصمه فرنسا، ولندن عاصمه بريطانيا او انجلترا، والقاهره اللي هي عاصمه مين؟ عاصمه مصر. يجي لك سؤال يقول لك القاهره وباريس ولندن ايه يعتبر القاسم المشترك ما بينهم؟ دول العامل التاريخي اللي احنا اخترناهم على اساس التاريخ بتاعهم. تمام؟ خلاص، يبقى ده اول عامل من عوامل اختيار العاصمه. رقم اثنين سهوله المواصلات. يعني ايه؟ يعني سهل ان انا اوصل للعاصمه دي. توصل للعاصمه بكذا طريقه. اول طريقه وهي طريقه المواصلات، والطريقه الثانيه ان هي تكون قريبه من نهر ملاحي، ورقم ثلاثه ان هي تكون قريبه من الساحل. واحده واحده. يبقى انت عندك صوره المواصلات بتنقسم معاك لثلاثه: تكون قريبه من المواصلات، وعندك تكون قريبه من نهر ملاحي، وكمان قريبه منين؟ قريبه من الساحل. طيب صوره المواصلات ازاي؟ بتكون عاده في ملتقى طرق النقل والمواصلات. زي مين؟ قال لك زي مدينه مدريد اللي هي عاصمه اسبانيا. يجي لك مثلا صوره، يقوم جاي عامل لك كده اهو، وكده وكده وكده. تمام؟ يقوم جاي حاطط لك ارقام على الاتجاهات دي. يقوم جاي حاطط لك مثلا رقم واحد هنا، رقم اثنين هنا، رقم ثلاثه هنا، ورقم اربعه هنا. يقول لك اتوقع مين في دي تعتبر العاصمه؟ تقول لي رقم أربعة. ليه؟ علشان دي تعتبر مواصلات، وكله بيعدي على العاصمة اللي هي مين؟ اللي هي مدريد. خلاص؟ تلاقي كل طرق النقل والمواصلات بتعدي على المدينة دي، لأن طرق النقل والمواصلات بتعدي على المدينة دي فخلتها هي العاصمة. تمام؟ يبقى رقم واحد اللي هي سهولة المواصلات، قريبة من وسائل النقل والمواصلات. ورقم اثنين ممكن تكون على نهر ملاحي، زي مين؟ زي مدينة الخرطوم اللي هي عاصمة السودان. طب ايه النهر الملاحي اللي بتطل عليه؟ نهر النيل. تلاقي عندك نهر النيل عامل كده اهوت، ده الخرطوم جنب نهر النيل على طول اهو، نهر النيل. وعندك النمادي الخرطوم. طيب، وممكن تكون قريبه من الساحل. اي مدينه ساحليه تعتبر بينطبق عليها عامل سهوله النقل والمواصلات. زي مين؟ قال لك زي نواكشوط اللي هي عاصمه موريتانيا. لو جينا رسمنا الخريطه كده، عندك النماد البحر المتوسط، زي موريتانيا هي، وهتلاقي نواكشوط هنا بالظبط، موجوده على المحيط الاطلنطي. تمام؟ يبقى تاني كده، خدنا دلوقتي عمليه اثنين من عوامل اختيار العاصمه. اول حاجه العامل التاريخي، رقم اثنين سهوله المواصلات. العامل التاريخي القاهره مصر، باريس فرنسا، انجلترا، ولندن عاصمه انجلترا اللي هي لندن، عاصمه فرنسا اللي هي باريس، عاصمه مصر اللي هي القاهره. اخترناهم على اساس ايه؟ على اساس العامل التاريخي. المدينه ديت لها اهميه تاريخيه، فعشان كده اخترناها. رقم اثنين اخترناها على اساس سهوله المواصلات، ان هي قريبه او تعرف انك انت توصل لها عن طريق المواصلات، توصل لها عن طريق نهر ملاحي، تركب مركب وتوصل للمدينه، عن طريق الساحل معاك مثلا سفينه وتوصل لها عن طريق الايه؟ المحيط بقى والبحر او حاجه زي كده. المواصلات قلنا زي مين؟ قلنا زي مدريد اللي هي عاصمه اسبانيا، وعندك على نهر الملاحه قلنا زي الخرطوم اللي هي عاصمه السودان، وعندك على الساحل زي نواكشوط اللي هي عاصمه مين؟ موريتانيا. طيب الحمايه والدفاع بقى. يعني ايه الحمايه والدفاع؟ بص معايا. طول ما المدينه ساحليه، يعني موجوده على الساحل او قريبه من البحر او من المحيط، فمعنى كده ان سهل انك انت اي دوله ثانيه فيك تحتلها. يعني لو جيت دوله دلوقتي جيب بالسفينه بتاعتها وضربت الدوله واحتلت العاصمه، يبقى كده احتلت الدوله. صح ولا لا؟ يبقى سهل انك انت تسيطر على الدوله لو المدينه مالها ساحليه او العاصمه مالها ساحليه. طيب لو العاصمه بتاعتي موجوده في نص الدوله، لا، يبقى انت كده حميت الدوله بتاعتك. اي دوله بتروح تحتل دوله ثانيه بتروح هدفها هي العاصمه. فاكرين الحمله الفرنسيه؟ قلت لك اول حاجه خالص الاسكندريه، بعد كده شبرخيت، بعد كده عندك امبابه. طب ما كملوش مثلا راحوا بورسعيد ليه؟ ليه قاصدين القاهره؟ لان هي العاصمه. تمام؟ فهم عايزين يسيطروا على العاصمه.
فالعاصمه لو على الساحل يبقى انت كده سهل انك انت تخترقها وسهل انك انت تحتل الدوله. طيب لو موجوده في نص الدوله، لا ده الموضوع صعب شويه. بص معايا، بالنسبه للحمايه والدفاع عندنا دوله اسمها دوله تركيا. يا عم نمسح لك الكلام ده. دوله تركيا دهيت لو جينا رسمنا الخريطه بتاعتها، العاصمه بتاعتها القديمه هنا كده كانت اسمها اسطنبول. كانت بتطل معاها على بحر الاسود والبحر الاسود. مدينه اسطنبول كانت بتطل على البحر الاسود. وطبعا ده كان يعتبر بيشكل خطر على دوله تركيا، لان اي حد لو كان عايز يسيطر على تركيا كان يحتل اسطنبول، خلاص كده احتل تركيا. صح ولا لا؟ فتركيا تعمل ايه؟ قال لك بس انا عايز احمي الدوله بتاعتي. قامت رايحه نقله العاصمه بتاعتها من اسطنبول لمدينه اللي هو في النص اسمها انقره. اسمها ايه؟ انقره. يبقى انت عندك دلوقتي ثالث عامل من عوامل اختيار العاصمه وهي الحمايه والدفاع. تركيا العاصمه بتاعتها كانت اسطنبول، ده عاصمه قديمه، راحت نقلتها الى انقره. المدينه داخليه، يبقى من مدينه ساحليه الى مدينه داخليه. والدوله اللي تنقل المدينه بتاعتها من ساحليه لداخليه معنى كده ان هي التزمت بعامل الحمايه والدفاع، يعني حمت الدوله بتاعتها او دافعت عن الدوله بتاعتها. طيب وده كان ثالث عامل من عوامل اختيار العاصمه. رقم اربعه بقى وهي حاجه اسمها السياده القوميه. دي بتحصل معايا لما الدوله يكون فيها اقليات. يعني ايه؟ يعني يكون فيها اجناس مختلفه او قوميات مختلفه. بص معايا، عندك الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي فاكرينه؟ كان بيتكون من كام دوله؟ 15 دوله، صح ولا لا؟ طبيعي لما يبقى 15 دوله كلهم في تكتل واحد، طبيعي السكان بينتقلوا من مكان للتاني بسهوله، صح؟ فكانوا معظم السكان من الدول اللي كانت حوالين الاتحاد السوفيتي كانت بتروح تسافر لروسيا. فلما تفكك الاتحاد السوفيتي، روسيا دهيت اصبح فيها اقليات كتيره جدا. انت عندك درس كامل اسمه الاقليات، هنبقى نتكلم عليه بعد كده ان شاء الله في الوحده الثالثه. المهم الاقليات اللي موجوده في روسيا كتير جدا. طب روسيا تعمل ايه بقى لما تيجي تختار العاصمه؟ قال لك انا هختارها على اساس الاغلبيه. طب مين الاغلبيه اللي موجوده في روسيا؟ اغلبيه اسمها الاغلبيه السولافيه. قامت رايحه حاطه العاصمه بتاعتها اللي احنا نسميها موسكو، اختارتها على اساس الاغلبيه مين؟ السلفيه. ليه؟ عشان في اقليات هناك. خلاص، تاني كده بعد اذنك عاوز اختار العاصمه. بص معايا لما يبقى انت عندك اربعه. رقم واحد العامل التاريخي، رقم اثنين سهوله مواصلات، رقم ثلاثه الحمايه والدفاع، اربعه والسياده القوميه. عامل تاريخي القاهره مصر، باريس فرنسا، ولندن بريطانيا او انجلترا. سهوله المواصلات اما ان انا بوصل للدوله ديت عن طريق او العاصمه ديت عن طريق المواصلات، اما بوصل لها عن طريق النهر الملاحي، اما عن طريق الساحل. مواصلات مدريد اسبانيا، نهر الملاحي الخرطوم السودان، والساحل نواكشوط وموريتانيا. الحمايه والدفاع لو المدينه بتاعتي او العاصمه بتاعتي على الساحل يبقى سهله الاختراق وسهله الاحتلال. طب انا عايز ادافع عنها وعايز احميها، ادخلها جوه الدوله. زي مين اللي عمل الكلام ده؟ دوله تركيا. العاصمه بتاعتها كانت اسطنبول بتطل على البحر الاسود، نقلتها الى انقره وديت مدينه داخليه، معنى كده ان هي تلتزم بعامل الحمايه والدفاع. خلي بالك لما تنقل العاصمه بتاعتها للداخل بنقول على العاصمه ديت ان هي اصبح ليها حاجه اسمها عمق جغرافي. يعني علشان توصل لها بتمشي اراضي جوه الدوله عشان توصل لها، لذلك سميناها عمق ايه؟ جغرافي. السياده القوميه دي بنختارها امتى؟ بنختارها والله الدوله بتختارها امتى؟ لو في اقليات كتير جدا موجوده في الدوله زي روسيا لما اختارت العاصمه بتاعتها اللي هي موسكو على اساس الاغلبيه الايه؟ السلافيه. خلي بالك مصر اللي هي القاهره بقى العاصمه بتاعتها بينطبق عليها كل عوامل اختيار العاصمه فيما عدا السياده القوميه. طب تعال نشوف كده العامل التاريخي من القاهره معانا. طب سهوله المواصلات دي موجوده على نهر ملاحي. القاهره انت لو جيت بصيت لها عندك النماذج فرع دمياط، النماذج فرع رشيد، القاهره موجوده نهر جنب نهر النيل بالظبط، صح؟ يبقى معنى كده نهر ملاحي سهوله المواصلات. الحمايه والدفاع طبقت الحمايه والدفاع عشان بعيده عن الساحل. على فكره العاصمه بتاعت مصر قبل القاهره كانت الاسكندريه، باختلاف بقى مسميات القاهره الفسطاط والعسكر والحاجات ديت، كانت قبلها اللي هي الاسكندريه. بيقول لك لما مصر تنقل العاصمه بتاعتها من الاسكندريه الى القاهره يبقى معنى كده ان هي التزمت بالايه؟ تقول له بالحمايه والدفاع عشان نقلت العاصمه بتاعتها من الساحل الى الداخل. مفهوم؟ الكلام ده فيه مشكله؟ كله تمام؟ طيب تعال نشوف مع بعض بقى كده سمات العاصمه قبل ما نخش على سمات العاصمه. حد مش فاهم حاجه؟ عرفنا التعريف بتاع العاصمه، وعرفنا بيتركز فيها الرئيس والحكومه والوزراء والسلطات الثلاثه وسفارات الدول، وخدنا العوامل بتاع اختيار العاصمه، عامل تاريخي، سهوله مواصلات، حمايه ودفاع وسياده قوميه. تعال نشوف مع بعض بقى كده سمات العاصمه. العاصمه بتتسم بايه؟ قال لك رقم واحد تكون هي مركز الحكم والاداره. ليه؟ عشان الرئيس موجود فيها وعشان الحكومه موجوده فيها وهم دول الناس اللي بيحكموا الدوله، صح ولا لا؟ يبقى رقم واحد قال لك مركز الحكم والاداره حيث تضم حشد القوى السياسيه، فهي ضابط ايقاع لكل اجزاء الدوله.
من خلال العاصمه بنسيطر على كل حاجه في الدوله، لذلك بقول لك لو في دوله راح تسيطر على دوله ثانيه هدفها كلها ان هي تروح العاصمه. ليه؟ لان لو سيطرت عليها يبقى سيطرت على الدوله كلها. بعد كده قال لك العاصمه مركز القوه والسلطه في الدوله، ازاي؟ قال لك برضه عشان من خلالها بتسيطر على جميع اجزاء الدوله حتى يتمكن بسط سلطتها على اجزاء الدوله بما فيها المناطق الهامشيه وتحميها من اي تهديد. يعني ايه المناطق الهامشيه؟ يعني الاماكن النائيه او البعيده بالنسبه للدوله، يعني انت عندك الدوله هي والنماذج العاصمه، من خلال العاصمه ببعت قرارات او ببعت مثلا الجيش ان هو يروح يسيطر على الحدود بتاعه الدوله، دي اسمها الاماكن الهامشيه او الاماكن النائيه. رقم ثلاثة قال لك حلقة اتصال الدولة بالعالم الخارجي. يعني ايه؟ قال لك من خلال العاصمة الدولة بتتصل بالدول الخارجية، من خلال ايه؟ من خلال سفارات الدول، صح ولا لا؟ مش السفارات بتاعت الدول موجودة في العاصمة؟ طب انا دلوقتي عايز اكلم الصين، اتكلم السفارة ما هي عندك اهي. عايز اكلم هولندا، انت عندك السفارة بتاعت هولندا، كلمها وبعت لهم خطابات وحاجات زي كده، اكتب جنبها كده من خلال سفارات الدول. جنب حلقة الاتصال بالدولة من العالم الخارجي اكتب جنبها من خلال سفارات الدول. مناطق القلب، يعني مناطق القلب اهو. مناطق القلب بالنسبة للدولة. يعني ايه منطقة قلب؟ منطقة قلب دي بتكون مدينة عادية خالص في الدولة. يعني مش العاصمة؟ لا مش العاصمة. بتكون مدينة عادية بس ليها أهمية بتغلب العاصمة. بيكون فيها حاجة كده، حاجة دي بتخليها مهمة أكتر من العاصمة. أديك مثال، عاصمة السعودية إيه؟ شاطرين، الرياض. اسمها إيه؟ الرياض. طيب في منطقة قلب هناك اسمها مكة المكرمة، ليه؟ علشان فيها الكعبة المشرفة، صح ولا لا؟ طب هل مكة دي العاصمة؟ لا والله، دي مدينة بس ليها أهمية أكتر من مين؟ أكتر من العاصمة، فعشان كده سموها منطقة قلب، تمام؟ فعندنا بعض المدن لها بعض الأهميات في أكتر من جانب وما هيش العاصمة. خلاص؟ بص كده. أول حاجة خالص في عندنا منطقة قلب ديني وثقافي، وعندنا منطقة قلب اقتصادي، وعندنا منطقة قلب سياسي، وعندنا منطقة قلب سكاني. بص بقى، أول حاجة منطقة قلب ديني وثقافي، قال لك زي مكة المكرمة، موجودة فين؟ في السعودية. ليه؟ عشان فيها الكعبة، ليها أهمية دينية وكمان إيه؟ وثقافية لو أنت عايز تعرف الحضارة الإسلامية وكده يعني، تمام؟ وممكن نزود على فكرة مع مكة المكرمة في حاجات كتير قوي، يعني مثلا في القدس الشريف اللي موجود في فلسطين. هناك في إيطاليا، هناك في إيطاليا في دولة صغيرة جوه كده اسمها الفاتيكان. دولة جوه دولة، معايا؟ فالفاتيكان ليه؟ علشان فيها الكنيسه الكاثوليكيه بتاعت دول اوروبا وكده، فبرضه لها اهميه دينيه. خلاص؟ بس اللي عليك دلوقتي اللي هي مكه المكرمه. هيقابلك في الاسئله القدس ويقابلك الفاتيكان في ايطاليا، اعرف ان هو منطقه قلب ديني. تمام؟ طيب وايه كمان؟ قال لك ومنطقه قلب اقتصادي، يعني منطقه تلاقي فيها مصانع، تلاقي فيها مثلا تربه خصبه وفيها اراضي زراعيه كتير، فعشان كده هي مهمه. زي مين؟ قال لك زي منطقه البحيرات العظمى، ما بين دولتين اثنين، ما بين دوله كندا وبين دوله الولايات المتحده. كل الكلام ده جايبه لك على الخريطه دلوقتي. البحيرات العظمى ما بين كندا وما بين الولايات المتحده الامريكيه، منطقه مهمه فيها 5 بحيرات عذبه. المنطقه اللي هناك دي كلها اراضي زراعيه، فبالتالي لها اهميه اقتصاديه بالنسبه لكندا وبالنسبه لمين؟ للولايات المتحده. ال5 بحيرات دول اصلا انت عارف اسمهم حفظ في الوحده الثانيه، اورني وسوبريو، سوبريو اورني واريو انتاريو وميتشيجن، 5 بحيرات. عندك بعد كده الجانب السياسي بقى، قال لك زي القاهره. شفت بقى انت هنا هتستغرب بقى شويه، تقول لي ثواني يا استاذ، طب مش عرفتني ان منطقه القلب دي منطقه ما هيش العاصمه ولها اهميه قد تكون اكتر من العاصمه؟ صح؟ طب ما القاهره هنا عاصمه، حاطينها ليه هنا منطقه قلب؟ هقول لك والله علشان القاهره ديت المفروض ان هي عاصمه مصر، صح؟ ومصر دي دوله ايه؟ وحدويه. فاكر الحصه اللي فاتت وانا بشرح لك الخصائص بتاعت الدوله الوحدويه، قلت لك تحوي قلبا او نواه وتكون العاصمه. قلت لك هشرح لك الحصه الجايه يعني ايه؟ يعني القلب هو العاصمه في الدوله الوحدويه. فهمت؟ يعني اي دوله وحدويه العاصمه بتاعتها تعد منطقه قلب. مفهوم؟ ايه ده؟ يعني إيه فرنسا عاصمتها باريس، باريس تعتبر منطقه القلب بالنسبه لفرنسا؟ اقول لك بالظبط كده، فهمت. يبقى منطقه القلب تعد هي العاصمه في مين؟ تقول لي في الدول الوحدويه. طب المهم القاهره ليه منطقه قلب سياسي؟ علشان فيها الرئيس وفيها رئيس الوزراء وفيها الحكومات زي ما احنا اتكلمنا من شويه. تمام؟ وايه كمان؟ قال لك ومنطقه قلب سكاني. عندك في دوله اسمها دوله افغانستان. دوله افغانستان السكان بتوعهم بيتركزوا في شمال شرق، فبالتالي اعطت منطقه شمال شرق افغانستان قلبا ايه؟ سكانيا. خلاص؟
تمام. يبقى تاني كده عندك مناطق القلب، مناطق قلب ديني وثقافي: مكه المكرمه في السعوديه، ايطاليا موجود جواها دوله الفاتيكان، القدس الشريف موجود في فلسطين، اقتصادي البحيرات العظمى بين كندا وبين الولايات المتحده، السياسي قلنا زي القاهره اللي هي عاصمه مصر وقلنا عليها منطقه قلب عشان هي دوله وحدويه، والسكاني زي شمال شرقي دوله مين؟ افغانستان. مفهوم؟